بيقول لك كابتن حسام حسن ما خدش إمام عاشور وخد مكانه كوكا عشان إمام عاشور بيعترض على القرارات الفنية وعايز يلعب أساسي، وكابتن حسام بيقول له أنا صاحب الكورة وأنا اللي أقول يلا، ما فيش حد هيلعب هنا غير غير اللي أنا أقول عليه. بقول لك يا كابتن حسام ما تفوق كده. أنت كابتن من يوم ما مسكت، وأنت الخطة بتاعتك عبارة عن فين المحترفين. انزلوا واللي بيعرف يعمل حاجة يعملها، والباقي بقى ايه كل واحد ينزل في مركزه وخلاص على كده. انت بتقول إيه يا كابتن حسام؟ ده انت بتلعب تريزيجيه في نص الملعب يا كابتن حسام، عشان ما عندكش خيارات في نص الملعب يا كابتن حسام. يا كابتن حسام انا لو ندمان على حاجه في حياتي، في الكوره عامه يعني، ندمان ان انا كنت في يوم من الايام بقول يا كابتن حسام حسن لازم يمسك المنتخب. دي الحاجه الوحيده اللي انا ندمان عليها. انت عمال مقضيها اللي انا عايزه هو اللي لازم يمشي، وخلافات شخصيه وحاجه، يعني منتخب مش ناقص. امام عاشور ايه ده اللي ما يتاخدش يا كابتن حسام؟ امام عاشور ايه ده اللي ما يتاخدش؟ انت عندك مين في نص الملعب تاني؟ وكوكا اصلا مستواه نازل بقاله فتره. فوق فوق يا كابتن حسام، مش ناقصه مش ناقصه. السلام عليكم. قولوا لي ايه رايكم في اللي بيعمله كابتن حسام في المنتخب؟